دي احلى واسهل كيكه شوكولاته ممكن تعملوها وتجربوها في البيت. بتبقى متغرقه بصوص الشوكولاته وبتطلع هشه وطريه وطعمها خطير، واحلى حاجه فيها ان هي بتتعمل كلها في الخلاط، والمقادير بتاعتها سهله وبسيطه وبيطلع طعمها تحفه. اول حاجه في الخلاط هضيف كوبايه من السكر الابيض وعليها كوبايه الا ربع من الزيت. هضيف عليهم كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الكاكاو الخام. هضيفهم كلهم في الخلاط مع بعض وهضربهم مع بعض على اعلى سرعه لمده 5 دقايق. وبعد كده هاخد كوبايه من الخليط ده وهضيفه على جنب، وباقي الخليط اللي في الخلاط هضيف عليه بيضتين، وهضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل. هضربهم مع بعض في الخلاط تاني، وبعد كده هناخد كوبايه وربع من الدقيق وهضيف عليها رشه من الملح مع معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهقلب المكونات الجافه مع بعض كويس جدا. وبعد كده هضيف عليها الخليط اللي ضربناه في الخلاط وهقلبهم مع بعض لحد ما القوام عندي يبقى بالشكل ده. هجيب قالب كيك يكون متبطن زيت ودقيق وهضيف فيه الخليط وهسويه كويس جدا، وبعد كده هدخله فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بتاخد في الفرن حوالي 45 دقيقه، واول لما اتاكد ان هي استوت بطلعها من الفرن واغطيها واسيبها لحد لما تبرد خالص. بعد لما تبرد بقلبها وبضيف عليها الكوبايه اللي احنا ضربناها الاول في الخلاط، وهو ده صوص الشوكولاته. بيطلع طعمها خطير. ممكن كمان تدخلوها التلاجة ساعه او ساعتين قبل التقديم. من احلى واسهل الكيكات اللي انتوا ممكن تعملوها. جربوها بالطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم، وبالف هنا.